السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا استلمنا السقف دوت كان كله شروخات. طبعا هتتفرجوا عليه بعد ما يتشطب. ده المنظر بتاعه. استلمنا من العميل السقف زي ما انتوا شايفين كده، بالمنظر ده كده. طبعا الحيطان اهي. طبعا احنا نزلنا السقف ده اغلبيته لان كان كله شروخات. ممكن الشروخات باينة اهي، شرخ اهو ماشي لغاية عند اللمبة. شروخات كتيرة، كل السقف بنفس المنظر ده، كل ده نزل. والصورة القديمة دي لأن بص الشروخات ماشية فين، ماشية على الحيطة اهي، أسمى بتاعت الجبس مقسومة اهي. منظر واضح اهو. الشروخات ماشية فين اهو، من هنا نص السقف اهو، كل دي شروخات، كل ده طبعا نزلناه. شروخات هنا اهي على الحيطة، كل دي شروخات اهي. الله أكبر الله أكبر، ادي الزوايا. شايفين المنظر؟ طبعا كلها مرمات وكلها شروخات. السقف بص كله شروخات اهو زي ما انتوا شايفين، شروخات كتير اهي. طبعا سقف قديم وعايز يتنضف ويتظبط طبعا هوريهولكوا بقى بعد ما خلصناه. طبعا دوت نزلناه وحطينا له حديد تاني ورمبناه من جديد. هوريهولكوا بعد ما اتشطب، خليكوا معايا. ده طبعا بعد مجهود كبير. طبعا زي ما انتوا شايفين السقف عامل ازاي. طبعا شلنا كل حاجة. السقف بقى عامل ازاي، جبنا له كرانيش ومحر ومعجن وخد سيلر معجون زي ما انتوا شايفين. انا بحاول اوضح لكم الصور اهي. طبعا السقف بقى في حتة تانية خالص، بقى جميل، منظر اتغير خالص خالص. طبعا بقى لما لسه تركب الحاجة بتاعته والكهرباء والحاجة، طبعا الدنيا هتتغير خالص. هي دي الغرفة اللي كانت بايظة، وكان السقوفة كلها كانت مشققة. كل السقوف اترمت، السقف اترم وبقى زي الفل، مفيهوش أي حاجة. طبعا ده يعني كذا مرحلة مش مرحلة واحدة. احنا كسرناه، حطينا حديد مكان الحديد البايظ، رمينا عليه. طبعا بياخد مواد، طبعا الحديد القديم مع الحديد الجديد عشان يبقى كله ماسك في بعضه. والخرسانة القديمة مع الأسمنت الجديد. طبعا بنحط مواد برضو أدابوندو وحاجات كده يعني. فطبعا عشان الخرسانات تمسك في بعضها من تاني. وبنسيب كل حاجة تنشف براحتها، ما بنستعجلش عشان الشغل يطلع في الآخر بالمنظر الجميل ده. طبعا كأنها جديدة خالص، ما كأنه لسه غرفة جديدة، كأن ما فيهاش أي حاجة، ولا شروخات ولا أي حاجة. طبعا لايك وشير للقناة على أساس برضو اللي عايز يستفاد، واللي عايز إن الناس دي تشتغل له وتخلص له برضو شغلها. الناس دي ممتازة طبعا، وشغلها زي ما انتوا شايفين نضيف.
طبعا ده لسه كده، ده كان ده وش بس كده، وش واحد. لسه طبعا الأوضة هتتفنش وتاخد، لسه هنا هتتعمل فانيليا لاتيه. وفوق هنا شغالين ببوهيا GLC 7070. طبعا 7070 ده ميعلاش عليه، حاجة نضيفة جدا بتخلي السقف حاجة يعني جميلة. ده بقى يعني 7070 ده ما بيبعدوش على الناس اللي هي المحترفة، عشان ده طبعا بيبين الدفوهات. طبعا احنا الحمد لله مفيش دفوهات ولا حاجة، فمفيش حاجة باينة معانا في السقف. السقف زي الفل. وطبعا هنا بتدي بقى سيلر على الحيطة، بتاخد سيلر بعد تاخد سيلر الأول، وبعد كده بتتمعجن، بعد كده سيلر تاني، بعد كده بتتبيض. طبعا العميل هيبيض بياضة بوهية جوتن. الجوتن ما شاء الله عليها برضو بوهية محترمة. وطبعا طلب البلكونة عايز يعملها حديد، عملنا له حديد. لأن هنا البلكونة كانت عنده السور واطي شوية، فعملنا له حديد فوق الكابوستة في البلكونة كلها اهي. كله طبعا لسه جاري التشطيب والمعجون، بس الحديد برضو حاجة محترمة. طبعا مغطينهوله عشان بس ما يبصي، هو واضح برضو في الصورة. والألمونتال برضو ركبنا له برضو الألمونتال. كل حاجة عايزها معانا الشغل بتاعها. فانت لو هتسلمنا شغلك هنعمل لك كل شغلك من ألف للياء. وطبعا لما نشطب خالص هنفرجكم على الشقة بعد ما تتشطب خالص إن شاء الله. وطبعا برضو النجارة معانا ناس برضو شغالة في النجارة كويس. طبعا العميل طلب السدايب والحاجات دي نظام التركي، هو بيبان عادية بس طلب السدايب. طبعا هنا ما بنقطعهاش بزاوية، بنقطعها عدل. ادي البيبان اهي. وطبعا لو حد عايز يعمل اي حاجة في الجبس بورد برضو متوفر معانا. دولاب شغل في كل حاجة يعني، كله متوفر. جبس بورد ماشي زي ما انتوا شايفين شغل الجبس بورد عامل ازاي. والبانوهات طبعا كل ده لسه مش شطبش، هو بس خد معجون، لسه في فينش بقى. وهيتبيض فانيليا لاتيه. طبعا ديت هنا فاصل عند المطبخ، تحت 3 سبوتات هنا. ودي الطرقة. فطبعا كل حاجة متوفرة. لو أي حد عايز أي شغل في الحاجات دي كلها، كله متوفر. وفرجناكم قبل وبعد طبعا. ده السيلر المكون GLC سيلر مائي. ده بيتحط قبل المعجون، وبعد ما نشطب معجون بنحط منه تاني. طبعا ده بيخلي الحيطة ناعمة، بيسد المسانات، حاجة محترمة يعني GLC. وده البوية البلاستيك 7070، في 30 بس مش قد كده. 70 ده ما يعلاش عليه بصراحة، بيخلي السقف في حتة تانية خالص، بيخلي السقف جميل وبياض ناصع، حاجة محترمة مفيش بعد كده يعني. اللي هي GLC حاجة محترمة جدا جدا يعني.